السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع مستمعين ومحبين. عشان محدش مهتم، رجعت لكم هنا يا بينكم اغني لكم وحشتوني وحشتوني وحشني ليالي زمان. طبعا دي مش كلماتي، دي كلمات الفنانة وردة. عشان انا بصراحة ما عنديش كم هذه البلاغة او التلزيق اللي يخليني اقول الكلام ده، وانتوا خلاص عارفين اللي فيها. يعني احنا مش 10 يوم ولا 2، دي 5 مواسم في وش العدو والهيترز اكيد. بس حبيت استهل وابدا الحلقه بسؤال مهم جدا: هل انتوا افتقدتوني زي ما انا افتقدتكم؟ والسؤال التاني: هل انا افتقدتكم ولا لا؟ اعتقد اجابه السؤال ده واضحه وضوح الشمس. ليه بقى؟ ركزوا هتلاقوا الحلقه دي نازله في شهر اغسطس، ولو انتوا متابعين كويسين جدا لهذا البودكاست ولهذه البودكاستر هتعرفوا اني انا ما بسجلش في الصيف، او معظم الوقت مش بسجل في الصيف، عشان احتماليه ان اموت بتكون اقوى بكتير، لاني بسجل في دولاب او في حته مغلقه من غير اي منفذ للهواء. بس الحقيقه انه بصراحه مش للدرجه دي برضو اسجل لكم في اغسطس، لكن ربنا كرمني وجبت تكييف. هو مزعج شويه، ممكن صوته يكون باين او لا، مش عارفه، على حسب انا عرفت اشيله في الايديت ولا لا. فربنا انعم عليا بتكييف، نشكر الوالد. واقدر دلوقتي اكلمكم عادي بمنتهى الاريحيه، وربنا يستر طبعا من فاتوره الكهرباء. وبصراحه يا جماعه انا افتقدتكم عشان اكون صادقه، لانه خليكم عارفين ان البودكاست ده هينتهي يوم ما انا هبطل احكي مواضيع محدش مهتم يسمعها، او الاقي حد مهتم يسمعها. في حقيقه الامر موضوع الحلقه ده انا مستغربه حتى يومنا هذا ان انا ما اتكلمتش عنه من الحلقه الاولى في سيزون 1، وهو ياتي اهميه من بعد السينما بالنسبه لي على طول. يعني السينما مثلا 1 هو 2 على طول، ما فيش مسافه بينهم. والحقيقه الامر ممكن اكون اتكلمت عن جزء من الموضوع ده في حلقات كتير قوي، بس ما اتكلمتش عن فكرته العامه. طب انت هتفضلي تشوقينا كتير، الموضوع يا جماعه هي عن الصداقات. طب بس كده لا، يعني انا بدات اؤمن يا جماعه انك تلاقي صديق بعد ما تكبر او بعد المراهقه معدله او احتماليته زي احتماليه بالظبط انك تلاقي مانجا في شهر 6 او شهر 5، الا لو مهرمنه واحنا مالناش دعوه، او مفرزنه، حاجه من الاتنين، واحنا مالناش دعوه بالتو اوبشنز. لانه انا من بعد الكليه ما قدرتش او بعد مراهقتي الى حد ما، او الكليه والله، ما قدرتش الاقي صديق يستمر معايا مده طويله زي اصدقائي اللي قدرت الاقيهم وانا في المدرسه، ويمكن في الكليه حاجه طفيفه كده، لكن من بعد حتى الكليه الموضوع بيضيق ويصعب 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 ويصعب. فانا جاي اكلمكم عن الصداقات اللي بنلاقيها من بعد الكلية أو من بعد المراهقة. الصداقات دي بحسها صداقات مؤقتة أو صداقات مؤذية، حاجة من الاتنين. فخلينا كده نشرب القهوة بتاعتنا أو أيا كان بتشربوا إيه في يومك الحلو ده، وأنا مش هشرب حاجة طبعا عشان أعرف أديت كل الكلام ده، وأحكي لكم عن بداية مشكلتي. ويا جماعة بصراحة كده الصداقة عاملة لي أزمة من الطفولة، مش بس في سن معين، لأني أنا شخص للأسف مش عايزة أقول للأسف قوي، اجتماعي او شبه اجتماعي. بحس ان انا اجتماعي مخلطه. يعني ايه؟ يعني هتلاقيني عندي صعوبه قوي ان انا اقول لك ازيك في الاول، بس اول ما انت تقولي ازيك انا ما عنديش مشكله احكي لك شرابات ابويا بيجيبها منين ومقاس جزمته ايه، من كتر ما انا اجتماعيه جدا من بعد كلمه ازيك. يعني قولي بس انت اول كلمه وانا هكر وراك. فهي بتبقى البدايه الاولى هي اللي بتبقى صعبه شويه، واني اكون موجوده في مكان في ناس كتير قوي ده بيبقى ضغط نفسي عليا كبير. فانا مش بحس ان انا اجتماعيه صرف، بس انا بحس انه انا اجتماعيه وقت ما اكون مرتاحه للناس اللي حواليا، او وقت ما اكون عارفه على الاقل الناس اللي حواليا. فدايما كانت مشكلتي في اني اكون صحاب في اي مكان جديد عليا، بتكون دي اكبر مشكله. يعني لما بروح المدرسه او بدايه دخولي المدرسه، يمكن الحمد لله انا فضلت في مدرسه واحده على مدار تعليمي كله، فده ما خلانيش ادخل في الاستراجل دي كتير. بس يمكن لما كنت بدخل كل مرحله جديده كنت بخاف ان انا الاقي ناس في الفصل جداد فما اقدرش اتعامل معاهم، فببقى دايما مجهزه نفسي اول يوم انه لو لقيت الفصل كله ناس جديده، وده احتمال طبعا يعني 1%، هتصرف ازاي. كذلك في الكليه كنت خايفه جدا انه ادخل الاقي برضو ناس جديده. طب ادخل اصاحب مين؟ طب مين الاول واحد اختار اقول له ازيك، او انت في كليه ايه، او لو انا في الجامعه يعني لو انت مسجل في المحاضره دي معايا، انت مختار الماده دي معايا، هو انت نفس ميعاد محاضرتي؟ يعني ايه الحاجه الكومن حتى اللي ادخل اسالهم، وعلى اني اساس اختار الشخص ده. بس خليني ابدا الموضوع من طفولتي. يمكن انا شخص اجتماعي زي ما قلت لكم، فكنت في الحضانه سهل قوي ان انا اجتمع بالناس، وكنت اتضايق قوي يا جماعه ان انا في مكان ما اعرفش الناس اللي فيه، مش لازم اكون صحابهم، بس اتضايق قوي ان انا قاعده في مكان مش مصاحبه، او على الاقل مش عارفه كل الناس اللي فيه وسلمت عليهم واحد واحد. طبعا دي حاجه كانت امي بتكرهها جدا، لان هي كانت بتروح الحضانه تاخدني مثلا، بتلاقي الشعب المصري كله مستنيها هناك يقول لها ايه ده، انت بنت، انت مامه فلانه، انت مامه فلانه. فماما كانت تقعد تسال يعني
هي بتبتدي تعمل ايه بالظبط عشان يبقى الموضوع ده. دخلت المدرسه، كنت انا كمان سني صغير قوي عن سن الناس اللي معايا، كنت حجمي وسني الاثنين، فطبعا ده كان مجال يصعب عليا قوي ان انا ادخل اجتمع بالناس. بس برضو رحت صاحبت كل الناس اللي في الكي جي انا فاكره، ورجعت عندي كميه صداقات مش مفهومه لامي وللجيران ولابويا وكل الناس. بدات كده كده شويه شويه، لما اروح النادي لازم كل يوم اختار صاحبه جديده صاحبها، وتاني يوم اصلا انسى كان اسمها ايه. فضلت على هذا المسمى صداقات مؤقته ممكن اقول، عشان بس اجتمع بالناس، بس عمري ما كونت صداقه كامله اقول انه اخد رقمها ونتكلم كل يوم الصداقه دي تستمر. لغايه ما دخلت يعتبر كي جي 2 بدات اصحابي يبانوا شويه، مين صحابي قوي مين مش صحابي قوي، مين دي زميلتي مش زميلتي. وطبعا كنت بقى عندي مشكله، وما اعرفش دي ممكن تصنف اي يعني تبع اني ايشوز في الدنيا، اني كنت بحب اصاحب الناس الاكبر مني شويه، يعني مش الناس اللي في السني. بحب اصاحب دايما الاكبر عشان انا ببقى مهتم قوي اعرف توبكس الناس الاكبر. يعني مش مهتم اعرف النهارده الجيري كله بكام في الكانتين، بس مهتم اعرف ازمه الاقتصاد المصري فين، مين حرق مجلس الشورى في 2005 او 2006 حاجه كده، او 2008 كمان، مين السبب ورا مظاهرات 8 ابريل. بجد دي كانت مشاكل ساعتها. فانا دايما كنت بحب، او على الاقل حتى لو مش مشاكل سياسيه، فمثلا مشاكل ليها علاقه ب هل الست عليها المطبخ ولا لا، هل المفروض لما نشتري الخضار نفاصل في سعره كام. دي كانت المواضيع المهمه بالنسبه لي. فدايما كنت بحب اصاحب يا الاكبر مني سنا، يا طنطات صحاب ماما، او من الاهل بقى. وطبعا ماما كانت بتخاف مني قوي في اللحظه دي، وعندها حق بصراحه. كنت ممكن اتسمى الوليه الصغيره بمعنى اصح. فده كان برضو بيخليني عندي شويه صعوبه ان الاقي صحاب في سني عندهم نفس التوبكس الانترستد بالنسبه لي. بس سبحان الله لقيت، ويمكن دول صحابي حتى الان، يعني اللي انا بكلمكم عليهم دول هم صحابي حتى يومنا هذا، وتكيف بينا قط مالناش دعوه، ان شاء الله ما يكونش في مشكله. كملت معاهم مرحله مراهقتي، ويمكن برضو حتى مرحله مراهقتي كان فيها بعض الازمات، ويمكن بشوف ان اكبر تروما في حياتي حصلت لي، ويمكن مؤثره في حياتي حتى يومنا هذا، ومخلاني للاسف حساسه وعندي دم، هي كانت برضو حاجه متعلقه بالاصدقاء. كبرت شويه شويه شويه، وعانيت جدا في ثانوي. انا فاكره انا بكره يا جماعه ايام المدرسه بكل سنينها. كده كده انا محتاجه اعمل حلقه كامله عن ترومه المدرسه دي والله، لان هي تعمل مجلدات مش حلقه. بس اكتر ايام بكرهها في المدرسه هي ايام ثانويه عامه، او ايام الثانويه اللي هي من اولى ثانوي لثالثه ثانوي. ليه بقى؟ لاني انا في اولى ثانوي ما كانش عندي صحاب خالص، وكان بدات تظهر لي مشكله حكيت لكم عليها، التروما بتاعت انه انا حساسه جدا. فانا مش عارفه ابقى صديقه لحد، توت خايفه اكون تقيله على اللي قدامي، توت خايفه اكون سخيفه قوي اللي قدامي. عندي حساسيه مفرطه قوي اتجاه الصداقات، او اتجاه الاشخاص، اتجاه العلاقات، اتجاه الانتراكشن، اتجاه كل حاجه. كنت قاعده لوحدي حرفيا في المدرسه، حرفيا ما كنتش ليا اي صاحب، ما كنتش ليا اي حد. جاست ان انا عارفه الناس دي اساميهم، عارفين اساميني ايه اسمي، لكن مفيش اي كوميونيكيشن بينا. فكان البريك ده من اسوأ فترات حياتي في مدار ثانوي. يعني وانا في الكلاس خلاص انا مضطره اركز مع المدرس ده، ايا كان الهري اللي بيقوله، ايا كان الماده التعليميه اللي بيشرحها بحبها وما بحبهاش، انا مضطره اركز فيها، لان هي ما عنديش مجال غيرها، ما عنديش حد ارغي معاه. حتى انا فاكره كنت انا اول ديسك، وهم دايما بيبقى في ديسكين 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 ورا بعض، انا الوحيده الصف الوحيد اللي في ديسك واحد، محدش حتى عايز يقعد جنبي. ودايما الديسك الجنب ده كان فاضي على مدار اولى وثانيه ثانوي. انا فاكره كنت دايما ببقى متضايقه ومخنوقه من الموضوع ده، وبكره البريك، بكرهه، لاني انا بضطر، وفي وقت اصلا باكل اكلي قبل التفاصيل، يعني مني اول حصه، فحتى ما عنديش اكل اشد نفسي بيه او شد انتباهي معايا ان هو اركز. مثلا انا باكل سندوتش بانيه، ما فيش خالص، اكلت في اول حصه يعني. فان شاء الله يعني ايه يخلص البريك ده على خير. كنت افضل متضايقه قوي انه حواليا كل الناس صحاب وانا لوحدي مفيش حد. فانا فاكره حتى لو كان عندي صحاب بره المدرسه، بس ستيل انا كنت ببقى عايزه صحاب في الفتره دي، يعني عايزه يبقى معايا حد من صحابي في الفتره دي. كنت مشكلتي ان صديقتي القريبه جدا مني كانت اكبر مني كمان، فما كانش في حتى في اوبشن ان احنا يكون في مدرسه مع بعض. وحتى كانت مدرسه تانية وحاجه تانية، كانت عربي وانا كنت لغات، فانا حتى ما كانش عندي صحاب اشاركهم مشاكلي في المدرسه والحاجات دي. اخري صحابي اللي في التمرين، او صاحبتي اللي قلت لكم عليها اللي هي اكبر مني. فكانت معضلتي الكبرى. يمكن ساعتها بدات احب الكتب واحب ان انا ادور، والحاجات دي كلها كان نوع من انواع ان انا بلهي نفسي عن مشكلتي مع الصداقه. كنت ساعتها دايما لما بعيط او بنهار قدام اهلي كان دايما بيوعدوني وعد انا بكرهه حتى يومين هذا: لما هتدخلي الكليه المشاكل كلها هتتحل. دخلت ثالثه ثانوي عامه ما بيبقاش فيها مساحه قوي للصداقات، بس الى حد ما اتعرفت برضو على اصحاب كتير في ثانوي، اتعرفت على صداقات قائمه حتى يومنا هذا بصراحه، ودي حاجه انا بحبها جدا. ناس برضو غراب زي مهتمين بمشاكل مجتمعيه غير المشاكل اللي في سننا. يعني في سننا مهتم ان بكره في العربي هنعمل ايه، هنعمل امتحان اخر الشهر ده، ناخد الفيزيكس ده مع ده ولا ده. انا كانت مشاكلي كلها انه يا ترى هقدر اكون مستوى اجتماعي يخليني اروح الساحل 3 شهور زي فنان الهام شاهين. فدي كانت مشاكلي. فمشاكلي عامه كانت
كانت مختلفه قوي عن سني، فالحمد لله لقيت ناس مشاكلهم برضو مختلفه عن سنهم وتعرفت عليهم. يمكن صداقتنا مش قويه في يومنا هذا، بس على الاقل على اتصال دائم عند بعض على انستجرام، على الواتساب كده، كل فين وفين بنبصي لايكات لفيديوهات بعض على تيك توك كده يعني. فدخلت في ثانوي بصراحه ما كنتش ساعتها مشكلتي قوي في الاصدقاء، ويمكن بدات علاقاتي باصدقائي القدام تقوى اكتر، فشويه برضو المشكله كانت اقل الحمد لله. بس دايما انا فاكره الوعد اللي اتقال لي في اولى وثانيه ثانوي انه هتلاقي اصحاب في الكليه، فتمام خلاص تعالى نمشي لاخر المنوال ده وندخل في صداقات الكليه. ثم دخلت الكليه ومنتظره بقى كون شيله ليلو طبعا عشان دي كانت فيلم الطفوله، فانا خلاص منتظره بقى ان انا لما ادخل الكليه الاقي بقى الشلل دي وكده. جاءتني الصفعه الاولى، الكليه اونلاين، فيا مسائل ايه الدراما. طب ماشي مش مشكله، نيجي بقى ندخل على جروب الكليه. اكتشفت يا جماعه حاجه مرعبه جدا، اكتشفت ان الناس كونت شلل من قبل ما نبدا الكليه، يعني من قبل ما نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده المحاضرات او حتى الاورينتيشن داي الناس كونت صداقات. طب قولوا لي كونت صداقات ازاي؟ انا بقى ما كنتش عارفه او ما كنتش مركزه قوي لما دخلت كليتي ان انا الحق بقى اشوف مين دخل الكليه تاني غيري وكده. اكتشفت ان البنات اللي في الكليه ساعتها عملوا جروبس لمين داخل مثلا كليه اكس، سيكشن اكس مثلا او قسم اكس، فالناس تقول انا فيقوموا بعتوا بعض واتساب جروب، فدخلوا الواتساب جروب دول جوه الواتساب جروب شافوا مين ساكن فين مين ساكن ايه، عملوا جروبس جوه بعض شلل بالمناطق والكلام ده كله، او الناس اللي كانت مع بعض مثلا في الدروس، فناس كونت شلل وصداقات وحوارات ومواضيع من قبل ما ندخل الجروب اصلا. فشويه دي كانت صعوبه، قلت خلاص مش مشكله، يمكن اورينتيشن دي او اول يوم محاضره هننزله حتى اوفلاين وبعد كده اونلاين احاول اشوف الناس اللي شبهي. يمكن برضو شويه موضوع ساعدني ان دخلت مع بعض الاصدقاء من المدرسه، فده شويه ما خلينيش حاسه ان انا لوحدي قوي. بس جاء اول يوم انا فاكراه عمري ما انساه، بتاع اول يوم كليه. كنت ساعتها اتعرفت على جروب بنات كانوا معايا في درس من الدروس اللي كنت باخدهم في ثانوي، وقالوا لي ايه الكليه وما اعرفش ايه بتاع، وصحابي اللي هم من المدرسه كانوا داخلين مسجلين ماده غيري، فانا كان عندي جاب كده 3 ساعات بين اول محاضرتين في اول يوم في حياتي في الجامعه. فيا جماعه ماشي وبتاع، فانا قلت خلاص ايه اقعدهم مع الشله الجديده وكده. فالشله الجديده دول حرفيا سلموا عليا، سلمت عليهم ازيكم عاملين ايه اخباركم ايه، انا مثلا فلانه فلانيه ومبسوطه والله، انتوا اخباركم ايه، انتوا كنتوا مدرسه ايه، والحوار الاساسي ده. كده خلاص نعمل محاضره ومستنيهم بقى نشوف بقى هنقعد فين. دخلت قلت لهم بص انا هدخل تويت وهجيلكوا تاني وبتاع. دخلت تويت يا جماعه ورجعت ما لقيتهمش، زيرو، اتبخروا. ولفيت حواليهم حرفيا، لفيت الكليه كلها. بعد كده قلت اخر اوبشن جه في دماغي ان انا ابعت لهم على الموبايل كده، او ابعت لواحده فيهم كان معايا رقمها يعني انت فين. فالبنت دي قالت لي ده احنا خرجنا كلنا في مكان الفلاني، وما رضيتش حد تقول لي مكان، احنا خرجنا. فانا اتكسفت قوي اقول لهم انتوا خرجتوا فين، لان هي لو كانت عايزه تقول لي احنا خرجنا في المكان الفلاني او كانوا عايزين يستنوني كانوا قالوا لي تعالي. بس بعد كده قلت لا، هم ما يعرفوكيش لسه عشان يستنوكي وما يستنوكيش، اساليها المكان فين. ما ردتش عليا، قعدت 3 ساعات ما تردش عليا. لما جت المحاضره الثالثه او من تانية سوري اللي هي بعد 3 ساعات قالت لي بقى المكان. انا مش عارفه هي كانت قصده ولا لا، ممكن تكون حقيقي ساعتها ما ركزتش في موبايلها، بس الحركه دي ضايقتني جدا يا جماعه. وانا فاكره ان 3 ساعات دول قعدتهم لوحدي في الجامعه، ما اعرفش اي حد، ومفيش حتى في كليتي، يعني الفكره ان دفعتي كلها او كانت كده يا كانوا خرجوا بين الجاب ده يا كانوا دخلوا المحاضره اللي هي في الميعاد اللي في النص، وانا صحابي في المحاضره اللي في النص دي، فانا حتى مش عارفه اكلم صحابي او ادخل معاهم. وحتى انا ما عنديش مش الخبز، الاستراتيجيه ان انا اعرف ادخل المحاضره مش بتاعتي، دايما بحس ان انا هتقفش وما بدخلش. فقعدت 3 ساعات دول لوحدي انا فاكره جدا، واتضايقت جدا لان افتكرت نفس البريك اللي انا كنت باخده في المدرسه، يمكن بس الفرق ان انا ما اعرفش الناس اللي حواليا، ويمكن الفرق كمان البريك ده كان بنص ساعه، دي 3 ساعات. يمكن اخر ساعه قابلت حد من برضه ناس كنت فاهمه في الدروس، فشويه الموضوع التوتر قل، المضايقه اقل. بس فضلت فاكره اليوم ده حتى يومين هذا، يعني انا خلاص اتخرجت واشتغلت وعملت كل اللي في حياتي، بس مش عارفه ليه فاكره اليوم ده قوي كانه، وفاكره البريك، يعني انا فاكره الاثنين دول اكتر حاجه في حياتي. مش مشكله، قلت عادي، اول يوم مش لازم نقابل ناس، وده مش مقياس، ما تقيسيش على الموضوع ده، روحي ابداي بقى في الكليه في جروب الدفعه، اتكلمي شاركي، فيمكن ده يبقى فرصتك انك تباني او تختاري اصحابك. بس عملت اكتر حاجه غلط جدا انا بحذركم منها في كل الحلقات، ما تدخلوش السوبر ماركت وانتوا جعانين، يعني ما تدوروش على صداقات لمجرد ان انتوا نفسكم في صداقات. فده اللي خلاني اختار ناس عشوائيه جدا، بس بصراحه ما كانوش عشوائيين قوي، يعني الحاجه الوحيده اللي شدتني ليهم ان هم كانوا عايشين حياتهم، وده بالنسبه لي ما كانتش اوبشن. يعني انا كنت معظم مشكلتي مع صحابي اللي انا بحبهم جدا واقرب ناس ليا في حياتي ان هم ناس
تقليديين جدا. ما هو اصل بصراحه اي حد في تفكيره هيبقى تقليدي جدا، يعني اي حد مهتم بالمشاكل الاقتصاديه والمشاكل السياسيه والمشاكل الثقافيه في مصر او عامه في العالم، ومش فارق معاه هياكل او يشرب ايه النهارده، فاحتماليه برضو ان هو يكون شخص بيحب يخرج قوي دي بتبقى احتماليه اقل، واحتماليه اكتر ان هو يكون شخص بيتوتي انطوائي او اكتر. وانا عامه صحابي معظمهم انطوائي، فالناس دي بقى كانت فاني بقى وبتاع وبيخرجوا ويروحوا ويجوا، فانا ايه عايزه ابقى من شله ليلو دي. بس هل الناس دي شبهي؟ هل الناس دي نفس مبادئي؟ لا، ما كانوش فيهم اي اشتراك مبادئ بينا، بس كانت مستمتعه بالفايبس. وانا بصراحه دمي خفيف يعني، مش هنكر عليكم او اخبي، فكانت ليا مساحه حلوه ان انا اعرف اكتسب مكان وسطهم وسط افهاتي، وان انا برضو نيرد شويه في الكليه، فدي كانت مساحه برضو كويسه ان هم ايه بنشارك المواد مع بعض. يا فلانه والله السؤال ده كان حله ايه، طب كذا اشرحي لنا يا فلانه، اشرحي لنا يا فلانه. فده كان مساحه حلوه قوي ان انا في الكليه اتعرف كشخص بيساعد الناس او كشخص دمه خفيف. تمام اتعرفت على الشله دي، بقيت وسطهم، بقيت مميزه. عارف يا جماعه جرعه الدوبامين اللي كانت بتجري في دمي ساعتها كانت عامله ازاي؟ انا مش عارفه اوصف لكم كانت عامله ازاي. انا بجد كنت فرحانه جدا، انا كنت حاسه انه انا اهم شخص. انا اخيرا ربنا عوضني عن كل الحاجات اللي انا اتحرمت منها في ثانوي وكنت نفسي اعملها في ثانوي وانا ما اعرفش ايه، ومبسوطه جدا. وبص الدوبامين كان بيجري في دمي، ولا مين بيجري، ولا ميسي بيجري في اخر 10 دقايق في ماتش مصر والارجنتين. بجد بقى بجد انا كنت في اعلى مراحل انبساطي، لغايه يا جماعه ما بدا يظهر لي ريد فلاجز في العلاقات دي. انا هحكي موقف بدون الدخول في التفاصيل، لانه بعض من اللي بيسمعوا البودكاست ده ناس كانت معايا في الكليه، فانا مش عايزه افضح حد او اقول حاجه. بس الموقف ده يا جماعه انه انا دايما زي ما اعرفش حكيت لكم قبل كده ولا لا، شخص كان بيعاني جدا من التنمر وهو في المدرسه وبيكره الموضوع ده. وعمري في حياتي، والله عمري في حياتي، مش دعايه مثاليه، احب اعمل كده في حد. يمكن لو عملت كده في حد مؤخرا انا اسفه جدا ليه، بس انا عمري في حياتي ما هقدر اعمل اللي اتعمل فيا وانا صغيره، واللي يمكن ساهم ببعض من المشاكل بحاول اتخطاها وانا شحطه كبيره دلوقتي. يا جماعه الجروب ده كانوا جروب مختلط بين الرجال والستات، وكان في شخص ما احنا مش بنحبه بره الجروب ده، بنشوف ان هي غريب او هو غريبه، بنعمل يعني احنا ايه ده هي غريبه وبتاع. انا شخص غريب ممكن يا سيدي اقصى شيء، ودي حاجه وحشه جدا، بيني وبين اصدقائي اقول ده غريب جدا ما احبش اكلمه وبتاع، بس ما اروحش ادعي صداقه بيه عشان اكمل النكته او اكمل الضحكه. هم بقى كانوا بيعملوا الحركه دي واستدرجوا الشخص ده واتكلموا معاه لمجرد ان هم بينهم وبين بعضهم يضحكوا انه بصوا ده فاكر ان هو صاحبنا او ده. طبعا انا دي كانت ريد فلاج كبيره بالنسبه لي. بس هل انا وقفت عند هنا وقلت لا هقطع علاقتي بيهم؟ قلت لا لا لا، اتخذت شويه بس قلت لا عادي ممكن يتصلحوا، دي شقاوه دي مراهقه وبتاع. بس شويه شويه بدأ الموضوع يزيد، وبدأت أحس بخطر إنه أنا ممكن أكون الشخص الخادم. يعني أنا أصلا صداقتي بيهم ممكن تكون جزء من الإفيه زي ما البنت دي أو الولد ده كانوا جزء من الإفيه. فخفت قوي من الناس دي، وأعتقد إن أنا حصل بيني كمان كذا كلاش بين حد فيهم، وبدأ يحصل بقى الحوارات. فبدأت أحس إنه لأ مش دي الناس المناسبة. طب أنا بدأت أحس ده إمتى؟ بعد سنة ونص. هل أنا لما بدأت أحس ده وقفت علاقتي بيهم على طول؟ لأ. أنا فاكرة إن أنا كان في أيام بنهار فيها، لأنه الموضوع صعب يا جماعة. هو موضوع مش زرار، لأنه أنت كمان شخص جري في دمك كمية دوبامين تخليك مش عارف تبطل على طول، زي الإدمان بالظبط. فكل مرة كنت بروح اسلم عليهم او ادخل اجوين معاهم حوار، احس ان انا غير مرغوب فيها اكتر واكتر 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 واكتر، فابعد اكتر واكتر. بس مع البعد ده انا كنت بنهار يعني. فالموضوع كان صعب وبعياط وبانهيارات وكل حاجات. وبجد بشكر اي حد من صحابي ساعتها اللي هم كانوا شلتي الاساسيه، او حتى الناس اللي عارفيني وقفوا جنبي. انا بحس ان هم ما كانوش وقفوا جنبي كنت زاني مثلا راميه نفسي من فوق البرج او حاجه. فالمهم انه انا فضلت بنهار كده لغايه اما الحمد لله على سنه ثالثه مثلا او سنه رابعه بدات اتخطاهم، وبدات اشوف بقى الناس اللي حواليا. دخلت مع صداقات ناس جديده والكلام ده كله، ويمكن بدات اختار ناس شويه شبهي، شويه نفس الحاجات بتاعتي، نفس مواضيعي، نفس مشاكلي، كل الكلام ده. وبدات اصفي علاقاتي بالناس كتير، وبدات ما اخافش قوي على صورتي قدام الناس. يعني انا زمان كنت في سنه اولى وثانيه كنت بخاف قوي ان انا ابان شخص وحش، لا ايه بيبي بليزر يعني. دلوقتي بحاول اساعد حتى لو انا ما عنديش الطاقه لازم عشان اثبت لهم انا شخص كويس بتاع. لا بدات مش فارقه معايا، اللي عايز ياخد صوره ياخدها عني. ودي كانت اكتر شخصيه انا بحبها في حياتي، يعني دي اكتر ايرا انا بحبها في حياتي. قلبي كان جامد يعني. دخلت سنه رابعه وكونت صداقات بناس جديده، وخلاص بقى بدات انشغل قوي بالمشروع التخرج، بقى هو جزء من حياتي. لان زي ما انتم عارفين انا بحب الافلام، فكان جزء من اساسي في حياتي ان انا اهرب من كل حاجه بالافلام او صناعه الافلام، حتى لو انا مش شاطره او الناس شايفاني مش شاطره. انشغلت مشروع التخرج وكونت صداقات خلال مشروع التخرج، وخسرت ناس خلال مشروع التخرج، ودي حاجه طبيعيه جدا انتوا تعرفوها لما تدخلوا الكليه. ولما خلصت مشروع التخرج ادركت انه برضو انا شاركت ناس اصدقاء ما كانوش كويسين جدا، وخسرت بعض من الاصدقاء، وده كان احسن حاجه. واعتقد معظمنا
لما بندخل الكليه ونخرج منها، يعني عشان تعرفوا بجد صحابكم اللي عرفتهم في الكليه او لا. الصحاب دول لو انقطعت علاقتكم بعد امتحان او اخر امتحان او اخر تسليم مشروع، هم كانوا صحابكم، هم كانوا صحاب مؤقتين او صحاب الفتره دي. والناس اللي استمرت علاقتكم بيكم بعد الكليه عرفوا ان دول كانوا اصدقاء كويسين قادرين ان هم يكونوا معاكم في مراحل قادمه، ودي مش حاجه تسيهم او تعبهم، هم صحاب فتره مؤقته. يجي هنا حد من المستمعين يقول لي طب ما في من بعد الكليه اكيد بقى هتلاقي ناس في الشغل وبتاع. تسمح لي اقول لك صديقي المستمع المحب لبودكاست عشان محدش مهتم، انه دي اكتر كذبه انا ممكن اقدمها لك. ليه كذبه؟ في حاجه ما صرحتكش بيها استاذي المستمع او المستمعه، انه انا اشتغلت وانا في الدراسه، فاخدت القفا ده بدري قوي. عرفت انه يا جماعه ما فيش حاجه اسمها صداقه في الشغل. ممكن نلاقي اصحاب في الشغل، ده عادي، بس ده استثناء. يعني مش العادي ان احنا نلاقي اصحاب في الشغل، عشان مش العادي ان احنا نقابل ناس، لانه اصلا الشغل بيخلينا نقابل ناس مختلفة قوي عن الكلية وعن المدرسة. يعني بنقابل مثلا ناس في الكلية شوية بينا حاجة مشتركة، في المدرسة حاجة مشتركة أكتر، لكن في الشغل بتبقى الحاجة المشتركة أقل بكتير، فاحتمالية وجود صداقة أقل بكتير، واحتمالية وجود صداقة قايمة على المصلحة عالية قوي 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 أكتر من أي حاجة. فتلاقي معظم الصداقات اللي في الشغل بتبقى مبنية على المصلحة، إنه حد يشيل مكان حد، ولا أنت شلت مكاني النهارده في الشغل فأنت صديقي. بس أنا ما أقدرش أقول صديق، ممكن أقول زميل، شخص بتشاركه اليوم من 9 ل 5 أيا كان معاه شغلك وخلاص. بس ما تقدرش برضه تقول إن هو صديقك. ممكن تلاقي صديق من اكتر من 9 ل 5 ممكن، بس انا لم يحالفني اني حظي حتى يومنا هذا ان انا اقابل صديق اكتر من 9 ل 5. معظم الناس اللي عرفتهم في الشغل، مش هقول كلهم عشان في ناس منهم، بس معظم الناس اللي قابلتهم على مدار شغلي هم اصحاب من 9 ل 5 فقط. واكبر غلطه عملتها في حياتي ان استنيت من 9 ل 5 دول ان هم يكونوا صحاب باليوم بالكامل، يعني صحابي على مدار اليوم او على مدار حياتي. وده يمكن اللي خلاني قوي اتكلم عن الحلقه دي، لانه انا مؤخرا بشتكي قوي انه انا مش عارفه اقابل صحاب كتير او اوجد صحاب في حياتي. زي ما قلت لكم، خلاص انا عديت كل المراحل دي وما لقيتش. ممكن الاقي في اكتيفيتيز ممكن، بس مين يلاقي الوقت؟ فحسيت انه انا محتاجه اتكلم عن الموضوع ده، بس برضو مش ده المطلق بس اللي انا عايزه اتكلم فيه. طب ايه اللي استفزني بقى عشان اتكلم في الموضوع ده؟ من فتره فتحت تويتر، تمام، وده اكتر يعني بص، لما بفتح تويتر عارفه ان انا في حته وحشه قوي في الدنيا. فتحت تويتر او اكس كما يقولوا المستخدمين الجدد، يعني لقيت فيديو البنت، انا هحاول اخليه في الستوريز عندي على الاكونت. واحده يا جماعه رايحه الفرح صاحبتها، جايبه لها هديه وعامله لها فقره. عارفين انتوا مثلا لما تتفقوا مع العروسه او تتفقوا مع الدي جي، سوري، انه يشغل الاغنيه الفلانيه لما تدخلوا، فهي اعتقد متفقه مع الدي جي اللي هو اختي وصاحبتي وحبيبتي والحاجات دي كلها، وداخله لها بهديه. مش دي مشكله خالص، المشكله ان البنت قابلت الموضوع ده بان هي اخدت الهديه وراحت رقصت مع واحده تانية على الاغنيه اللي هي مشغلاها، وبدا يزيد مثلا التانيين، يعني بدات تبقى كذا واحده بترقص معاهم. ولما البنت اللي هي جابت الهديه حاولت تدخل بين الدايره بتاعتهم، هم زقوها او مش زقوها، هم متجنبينها. الفيديو ده يا جماعه انا مش عايزه احكي لكم عيطني عيط عامل ازاي. ليه بقى؟ مش عتابا على العروسه قلة الذوق، او مش عتابا برضو، انما عتابا على البنت اللي جابت الهديه. عشان انا بجد مشكلتي مع البنت اللي جابت الهديه. ليه بقى مش مشكلتي مع العروسه اللي انتوا شايفينها قلة الذوق؟ لانه يا جماعه قلة الذوق بقت حاجه تقليديه، يعني مش تقليديه. في ناس كتير ما بيعرفوش يعبروا ان هم مش بيحبوك او هم مش صحابك، فخلاص احنا مش هنمشي نعلم الناس ازاي يعبروا، بس على الاقل احنا نعلم نفسنا احنا ازاي نتصرف. فانا عتابي الاساسي على البنت، لان انا متاكده ان تصرف البنت ده عملته، اللي هي رفضت ان هي تترقص معاها، ده اكيد تصرف ما بداش من الفرح، ممكن يكون من قبل الفرح كمان، ان هي بتجنبها، بتطنشها، ما بتردش عليها، ما بتهتمش بيها. ففي الحاله دي انا المفروض كشخص ما اعملش مجهود. في حد بيبقى عنده منطلق، وده منطق اصدقائي كتير بحبهم وانا بشوف ان انا اختلف معاهم قوي، انه انا افضل اعمل الحلو حتى قدامي ما عملش الحلو. لا، انا اعمل الحلو لغايه ما قدامي على الاقل حتى ما عملش حلو يكون بيقدر الحلو اللي انا بعمله، ولا عمل المقابل ولا قدرني اعمله ليه. فهي حتى مش البنت بس مش عايزه يعني ترد لك انت تعملي، هي مش عايزه تقدر اصلا اللي انت عاملاه، هي مش شايفه انت عملتي حاجه، فخلاص ما تعمليش. فانا اعتمي هنا على البنت اللي بتقرر ان هي حتى لما بتلاقي عدم تقدير للي هي بتقدمه تكمل تقدير او تكمل اللي بتعمله، وما تجيش تزعلي بعد كده. انا مش حاسه ان انا اسلوبي طف قوي، بس انا نفسي بعمل مع نفسي كده. يعني انا نفسي بدي الناس قيمه هم ما بيستحقوهاش، مش عشان حاجه، عشان هم مش عايزين القيمه دي مني ومش شايفينها اصلا ومش مقدرينها. طب خلاص انا افضل ادي قيمه للشخص ده ليه؟ فحقيقي ساعتها بدات ادرك انه ما ينفعش ابدا ابدا ادي للناس دي تاني قدر من المجهود والاهتمام، وان البنت اللي قدمت الهديه دي هي اللي عليها كل العتاب، مش الشخص اللي رفض او اتعامل بعجرفه او قله ذوق. قله ذوق هي تحاسب عليه وربنا يحاسبها، بس انتي
اللي للاسف ما شفتيش كل اللمض الحمراء اللي قبل كده ومكمله. زي ما بالظبط لما بنعتب على بنت قررت تصاحب واحد توكسيك ومكمله معاه، في الاخر لما بنلاقيها كل مره بتقعد ترجع له بعد الحاجه التوكسيك بنسيب الراجل التوكسيك ونعاتبها. احنا بالظبط لازم نتصرف مع نفسنا كده. انا صدر من البنت اللي قدامي صاحبتي او صاحبي ده موقف ان هو ما قدرش اللي انا عملته، مش هقولك ان هو ما ردش اللي انت عملته، هو ما قدرش حتى اللي انت عملته. تستنى عليه مره مرتين، انت مش متضايق مني، مفيش اي حاجه، مفيش حاجه صدرت مني ضايقك، لا خلاص يبقى انا ما اعملش، يبقى هو مش شايفني صاحبه. ودي مش حاجه وحشه منه ولا حاجه وحشه مني. مساله القبول دي يا جماعه مساله عاديه جدا، وانا دايما بديها مثال عبيط قوي لاي حد. التروس ممكن تكون بتشتغل، يعني ترس وترس بيعرفوا يشتغلوا حلوين جدا، بس الترسين دول عمرهم ما يركبوا مع بعض، عمرهم ما يشتغلوا مع بعض في مكنه واحده. خلاص دي ولا حاجه تقلل من ده وتقلل من ده، هي الاتنين مش مناسبين لبعض. كذلك يسري في العلاقات. بس هل ده معناه انه انا ما عنديش صحاب؟ لا الحمد لله أنا عندي صحاب، ويمكن خلال الاختبارات الكتيرة اللي انا بحكي لكم دي انا كان قصادها في ناس بقابلهم وبحبهم جدا وهما بيحبوني جدا، وقفوا جنبي وقت ما انا ما كنتش بقدم حاجه. يعني انا دايما كنت مهووسه قوي في فكره ان انا شخص مثلا معين انا حباه فطوات بديله كل المجهود، عايزه اثبت له كل حاجه. الناس دي حتى وانا ما كنتش احسن حاجه معاهم الناس دي حبتني وقدرتني جدا، فانا ادركت انه لا، دول الصحاب الحقيقيين المفروض ان الواحد يحتفل ويحتفي بوجودهم في حياته. فهنا مش مشكله مش في كده، المشكله كمان انه يا جماعه احنا خلاص احنا ما عندناش صحاب يا سيدي، احنا صاحبنا ناس وطلعوا صحابنا. وده موقف حصل من فتره صغيره. انا مثلا صاحبه ناس والناس دي صحابي وبتاع وشايفه ان هم صحابي وكل حاجه، شفت الناس دي ما بتبادرنيش نفس المشاعر باي شكل من الاشكال. بقى اكتشفت ان هم بيتكلموا من ورايا، الناس دي اصلا مش بيتعاملوا ان انا صاحبتهم. الناس دي ودي حاجه كومن قوي بين البنات اكتر من الرجاله، ما اعرفش هل الرجاله الموضوع ده بس كتير قوي ان انا اعمل جروب بره الجروب. يعني انا مثلا عامله جروب فيه 10 واحنا في 2 ما بنحبهمش، نعمل جروب فيه 8. فانت اكتشفتي ان انت من الاثنين ايه اللي تم طردهم في الجروب التاني. خلاص ولا بقى تقولي ليه اصل انت لو فضلت تقولي ليه إيه ماشي خلاص هم مش عايزينك، هو مش بالعافيه، هي مش بالعافيه خالص والله مش بالعافيه. فاكر الكلام ده بقوله وانا مش معناه ان انا ساعتها ما عيطتش وانهارت، ان انا عيطت وانهارت وولولت واتضايقت وزعلت وبتاع، بس بعد كده ادركت انه خلاص الموضوع مش بالعافيه. زي ما العلاقات الحب موضوع المفروض يكون رايح جاي، الصداقات نفس الشيء. مفيش صداقه قايمه بالغصب او القبول الغصب، ومفيش حاجه تعيب الشخص ده. يعني انت لما تلاقي ال8 دول نبذوك او عملوك معامله وحشه، احتماليه ان انت تكون وحش موجوده، فانت محتاج تسال نفسك اول هل انا اسات باي شيء؟ انا ما اساتش خلاص انا مش مناسب. مش مناسب ده مش معناه ان انت وحش، معناه ان انت في تاني في 8 تانيين او في جروب تاني ممكن تبقى انت شخص مناسب جدا ليه، فانت بس في الجروب الغلط. فانت الحل انك تدرك ان انت في الجروب الغلط، ويمكن الالم شديد شويه انا عارفه، بس انت خلاص ادركت ان انت في الجروب الغلط، تدور بقى على الجروب الصح. فهنا ياتي السؤال، هل الصداقة ممكن تقدر تيجي بعد عمر 20 يا سيدي؟ يعني من بعد دخولك الكلية أو خروجك من الكلية؟ ده سؤال مهم جدا أنا محتاجة أسأله لكم أنتوا. أنا شايفة إن هو احتمال ضعيف، بس شايفة إن هو قائم بقى من خبرات تدخل في حياتك فيها. ممكن تدخل شغل حقيقي تلاقي شخص يبقى أكتر من صديق من 9 ل5، فده أنت لقيت صديق عمرك. ممكن تبقى عندك نشاط معين او هوايه معينه بتعملها فكده ممكن تسكن في مكان جديد فبقى ليك جار هو صديقك بجد. ممكن تتعرف على صديق بمناسبه ما، موجوده كل الاحتمالات دي موجوده. المهم تدركوا ان انتوا في مساحتكم الامانه الصحيحه، مش مصاحبين ناس مش بيحبوكوا، مش مصاحبين ناس سويت توكرز. لانه يا جماعه وجود سويت توكرز دي ابشع حاجه في الصداقات. ان انا ممكن اقولك انا بحبك وانت صاحبتي كل يوم، بس انا عمري ما عملت كأنك صاحبتي. فأول حاجة انتوا محتاجين تعرفوها قبل ما تقولوا هل في صداقات من بعد 20، هل انتوا أصلا في صداقة صحيحة ولا لأ؟ هل بعد ما انتوا تدركوا الصداقة صحيحة ولا لأ، هل أنا محتاجة أدور على صحاب تانيين ولا لأ؟ هل أنا ليه حاسس بالوحدة؟ هل دي علاقة إن مفيش صحاب في حياتي، ولا أنا عندي إحساس بالوحدة؟ إن ممكن يكون عندك صحاب وحاسس بالوحدة، دي حاجة تانية، دي محتاجة ساعتها توجه لدكتور نفساني يعالجك أو يشوف المشكلة فين، لأنه أنا ما عنديش خلق حل الموضوع بالكامل. الحقيقة يا جماعة إنه أدركت إنه بعد كل هذا من العمر انا عندي صحاب، ما اقدرش انكر عندي صحاب انا فخوره جدا بوجودهم في حياتي. الحمد لله انا منعمه جدا بيهم، ويمكن ربنا بيبعت لنا الاقلام زي ما قلت لكم على شكل انه تكتشفوا انتم الصحاب لناس تانية عشان تدركوا صحابكم الحقيقيين بجد. وانتوا كده في رحلتكم ادركوا مين صحابكم الحقيقيين، قدروهم، قولوا لهم اللي انتوا بتحبوهم او لا. يعني عرفوهم دايما يا جماعه بحبكم، لانه احيانا صحابنا مش بيبقوا مدركين ان احنا قد ايه بنحبهم عشان تصرفاتنا ممكن متبقاش بتبين. فلو انت عندك فرصه تقول لاصحابك بجد الحقيقيين ان انت بتحبهم قول. طب افرض يا سيدي المستمع ان انت شخص مالكش صحاب،
ممكن تلجأ بقى انك تروح اماكن مختلفه عشان تلاقي اصحاب مختلفين. بس انا مؤمنه ان الصداقات مش مقتصره فقط على البني ادمين، في حاجات كتير ممكن تصاحبها وتكون هي اكتر صديق ليك. وزي ما انا عملت في ثانويه، يعني انا كنت متدمره نفسيا في ثانويه عامه او قبل ثانويه عامه، وكان صديق بالنسبه لي ساعتها هو الفن، الكتابه، القرايه، الاغاني، الافلام، الحاجات دي كلها. مش بقول الناس تروح تسمع اغاني او افلام عشان بس محدش يتخانق معايا في الكومنتات، قصدي انك تبحث عن ونس حتى ياتي الونس او الصديق اللي انت منتظره او نفسك فيه. والحلقه دي يمكن تكون من اقرب الحلقات لقلبي، انا بتكلم فيها بشكل شخصي جدا، ما بتكلمش فيها عن اي نظريات، عن اي مؤامرات، عن اي حاجات. يمكن اقتصر بس في انه اخر فقره اخصصها لصداقات بحبها جدا من افلام ومسلسلات. ياتي اول علاقه هي صداقه هبه وصاحبتها في سبع جار. اعتقد دي من اكتر صداقات انا بحبها جدا، رغم ان المسلسل ما تطرقش ليها بشكل كبير، ما عادش يبان لك مشاهد الحب بينهم كتير، بس انتوا في مشاهد معينه حتى في الخناقات بتدركوا ان دول صحابكم بجد. وانا في مشاهد كتير قوي هسيبها لكم في الستوريز على الاكونت بتاعي اللي انتم مش عاملين له فولو، عن المشاهد اللي بحبها من المسلسل ده. ياتي بعده فيلم هندي، انا بجد عاشقه لهذا الفيلم يا جماعه، ده من اكتر الافلام اللي كسرت الصداقه بالنسبه لي. صداقه مميزه جدا، حلوه جدا بعيوبها ببلاويها بكل حاجه. مش عارفه، مش في بالي تاني افلام عن الصداقه غير الفيلم والمسلسل ده. بس اكتبوا لي في الكومنتس ايه الافلام تانية اللي انتوا بتحبوها او بتحبوا شكل الصداقات اللي فيها، واكتبوا لي هل تؤمنوا الصداقات من بعد المراهقه او الكليه ولا لا، وايه المواقف اللي حصلت لكم وعرفتكم اصحابكم الحقيقيين. حاسه انها تكتبوا موضوع تعبير. بصوا ما تكتبوش حاجه في الكومنتات ورايحه دماغي. ودي كانت الحلقه الاولى من الموسم الخامس.